في سؤال مهم وحلو جدا جالي من فينوم، تعال نقرا مع بعض. السلام عليكم، بس كان عندي سؤال فضولي، ليش اغلب اللي بيتكلموا عن سنيكر بتكون نايكي اديداس وين موقعها بالاعراب؟ لو الجواب طويل سوي عنه فيديو، هسوي لك فيديو على النار. بس قبل ما ابدا الفيديو ده هيكون اول فيديو للسيريز اسمها سنيكر توك او كلام سنيكر. في السيريز دي هنتكلم عن اخبار السنيكر وفي نفس الوقت ممكن اجاوب على الاسئله بتاعتكم في الفيديوز. بس عشان السؤال ده اجابته طويله فهيكون اول حلقه الرد على السؤال ده. بس الى حد ما هو كلامه صح، لان ناس كتير بتتكلم عن نايكي واديداس وسايبه البراندات التانيه، بس في اسباب للموضوع ده وهشرحها دلوقتي. اول حاجه ان السنيكر هيد او الناس اللي بتحب السنيكر بيحب يكون الشوز معمول وراه قصه او معمول لهدف معين، زي مثلا اللوحه مش بتترسم كده وخلاص، ودي اللي نايكي وجوردن شاطرين فيه جدا. وما تنساش الماركتنج طبعا. تاني حاجه الموضوع ليه علاقه بالفتره الزمنيه، زي مثلا اديداس الترا بوست كان مشهور جدا 2013 لحد 2015، بعد كده جه كاني ويست ومضى معاهم وعملوا الييزي براند، وييزي كان مشهور جدا والناس بتتكلم عليه من 2016 لحد اخر السنه اللي فاتت ديت. بس طبعا بعد ما كاني ويست سابهم محدش هيتكلم على الييزي براند، ولو هيتكلموا على الييزي براند هيتكلموا على الديزاين اللي سرقوه منه اللي هو هينزل المفروض السنه دي من غير كلمه ييزي مكتوبه فيه، وده موضوع يطول شرحه وممكن اشرحه في فيديوز ثانيه. كمان انا متاكد ان الكولابوريشن والتعاونات مع الديزاينر بتعلي البراند جدا، زي مثلا نيو بالانس. هتلاقي ناس كتير بتتكلم على نيو بالانس حاليا لانهم بيعملوا تعاونات مع ديزاينر جامدين جدا زي جو فريش جود، وحاليا بيعملوا مع صالح بامبري. مثال مثلا على الديزاين، انت عارف براند كروكس ما تعرفش ان هو اصلا شبشب او صندل، بس ما علينا، صالح بامبري عمل تعاون مع كروكس وجات له فكره حلوه جدا ان هو يحط البصمه بتاعته من فوق ومن تحت، ولما مثلا بتمشي بتسيب اثر البصمه بتاعته على الارض. انت ممكن يكون بالنسبه لك شكله مش حلو، بس انا شايف ان الفكره جامده جدا وصعب حد يفكر فيها. كروكس معمول من زمان جدا، هو بس لعب فيه زوده اكتر. الموضوع ليه علاقه بالسيلويت او الديزاين الاول بتاع السنيكر اللي دخل فيه الكولابوريشن، بس طبعا الكولابوريشن مش دايما بينجح. يعني مثال الديزاينر شون ويذرسبون عمل تعاون مع نايكي وعمل تعاون مع اديداس، عمل تعاون مع نايكي مع الاير ماكس 97، غير شويه فيه وعمل حبه تويكس خلى السنيكر جامد جدا والناس كلها عايزاه، حتى لو شوف سعره عامل ازاي. نفس الديزاينر ده عمل مع اديداس في الاديداس سوبر ستار، بص شكله عامل ازاي، واصلا ما اتباعش ولحد دلوقتي تقدر تشتريه اندر ريتيل وعليه ديسكاونت. طالما سعره غالي يبقى جامد مش شرط، فده بيبين قد ايه السنيكر نجح او لا، ان هو اتاخد من السوق او فضل محدش عايزه، مالهاش علاقه بالسعر اصلا، بس دي الفكره. ولو ما شفتش الفيديو بتاع احسن اصدارات 2022 دوس هنا.